يا صباح الفل عليكم، يا صباح الهنا، يا صباح السرور. انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا مش عارفه انتوا فاكريني ولا نسيتوني، بس انا يوميات وشقاوة مرمر. زمان كنت يومياتي انا وجارتي. طبعا انا سبت القناه بقالي اكتر من سنه ونص، او اكتر. انا تقريبا داخله في سنتين من بعد وفاة بابا، وانا ما فتحتش خالص الصفحة بتاعتي ولا القناة، ولا اتشجعت ولا اتحمست. كتير منكم جدا سأل عليا وكتير قال لي فينك يا مرمر، مش بتفتحي ليه؟ يعني كتر الف خيركم. ناس كتير عندي على الفيسبوك اللي هو يوميات وشقاوة مرمر، فكانوا يعني بيسألوا عني وان انتي مش بتفتحي ليه وكده. انا اولا انا كنت حابه القناه عشان خاطر انا كان عندي بابا الله يرحمه، كان بيحبها، كان بيشجعني لده. ثانيا انا اتجهت، يعني رحت بقى للتيك توك، والتيك توك طبعا انا لقيت فيه تفاعل اكتر وناس اكتر. عملت فيه 43,000 متابع او 42,000 وشويه حاجه كده. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا. انا كنت بحب القناه جدا، وكنت دايما بديكوا فيها يعني طاقة ايجابية. ده طبعا بناء على كلامكم. ما كنتش بحب المشاكل والنكد والحزن وكل ده، ما كنتش بحبه، بس الحمد لله الظروف اللي انا مريت بيها بعد بابا آه، خلتني ان انا مش عارفة ارجع تاني اتعامل او اقعد معاكم. قلة التفاعل، قلة التفاعل خلتني ان انا مش عارفة حتى اطلع اتكلم معاكم. يعني انت مش لاقيه اصلا تشجيع، مش لاقيه ناس بتحمسني، مش لاقيه تحفيز، مش لاقيه اي حاجه من دي. يا جماعه طب وصلوني، مش عارفه. كان ساعتها 1000 لايك، 100 لايك، 200 لايك، مفيش. انا مش لاقيه اصلا تفاعل عشان خاطر توصلوني ليه. فبصراحه سبت القناه ورحت للتيك توك. ناس كتير طلبت مني ان انا اطلع اعمل فيديو الفتره دي بالذات. اطلعي يا مرمر قناتك وقعت، ما بقاش فيها تفاعل. انت ليه سبتيها كل المده دي، وليه سبتيها الفتره دي كلها؟ يعني ناس كتير بتحبك وعايزينك ترجعي بالروتينات تاني والتحديات تاني والكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين ان انا عملت ريجيم، ما كنتش اصلا عارفه ان انا ارجع اعمل تحديات تاني. فمسكت الروتينات فتره كبيره. طبعا الروتين كان صعب عليا جدا، تصوير ومونتاج. انا كنت المونتاج عندي، طبعا كل اليوتيوبر عارفين او اللي مر بالتجارب بتاعه اليوتيوب والتصوير عارفين ان اليوتيوب اصلا مونتاجه تقيل. فانا اتجهت للسهل، يعني انا رحت للتيك توك، كان سهل بالنسبه لي فرحت له. انا طالعه عشان اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، واني انا مفتقداكوا جدا، واني انا كنت بتسلى معاكوا زي ما انتوا كنتوا بتستنوني. انا كنت بستناكوا، كنت بستنى ارائكم معايا وكده. التليفون رن فقطع لي الفيديو. فانا اللي عايزه اقوله لكم ان انتوا زي ما انتوا كنتوا بتحتاجوني ان انا اديكوا دافع، انكم تقوموا تعملوا روتين وانكم تتشجعوا وكل ده. انا كمان كنت باخد منكم على فكره. كلامي الحلو ده كان بالنسبه لي طاقه ايجابيه جدا، كان بتحفزني ان انا عايزه اكمل واستمر. انا بحبكم جدا وما اقدرش استغنى عنكم ابدا. بس هل الفيديو اللي هينزل ده هيبقى عليه تفاعل ان انا اقدر استمر تاني وارجع تاني ولا لا؟ لو كده ادوني، يعني حفزوني، قولوا لي ان انت ارجعي، احنا عايزينك، مفتقدينك. اكتبوا لي اللي انتوا عايزينه وانا هعمله. ما شاء الله انا عندي فيديو عالي جدا، وصل 60,000 مشاهدة روتين. فانتوا حابيني في ايه؟ حابيني في التحديات، حابيني في الروتينات، حابيني في الفلوجات، في المشتريات. يعني انتوا كنتوا حابيني في المقالب. انا كنت بعمل مقالب، طبعا قناتي كانت شامله محتواها كان ترفيهي، وكنت بعمل فيها كل حاجه. عايزه اقول لكم ان انا يعني على قد ما انا بطلع لايفات في التيك توك كل يوم ومستمره فيه وكل حاجه، بس حاسه ان انا الكاميرا رهبه جديده عليا. يعني حاسه ان انا مرهوبه منها، مش عارفه، حاسه مش عارفه اتكلم. مش هطول عليكم. انا عايزه تفاعل على الفيديو ده، على قد ما هيجي تفاعل هو اللي هيخليني استمر او لا. شجعتوني هستمر، لو ما شجعتونيش فاقول لكم باي باي، وهستمر في مكان تاني، المكان اللي انا ارتحت فيه. اللي عايز يتابعني على التيك توك اسمها شقاوة مرمر او مارو مرمر بالانجلش. استناكم تتابعوني هنا او هنا. ولو حابين ان انا استمر وارجع تاني من اول وجديد اكتبوا لي وحسسوني ان في تفاعل، وانا والله مش هقصر معاكم. بس شوفوا قولوا لي عايزين ايه. عايزين تحديات، عايزين روتينات،
عايزين فلوجات، عايزين مقالب، شوفوا عايزين ايه وانا هعمله لكم، بس شجعوني لده، حسسوني ان انا ليا قيمه عندكم. او انا مش عارفه كتير منكم طبعا نسيني، مع ان سبحان الله اول ما سبت القناه وبقالي كتير مش بفتح فيها الفيديوهات عندي عليت وبقى عندي متابعين اكتر وكل حاجه، والله كنت بعمله. طبعا انا مش عارفه في منكم كتير هيفتكرني وكتير هينساني، كتير مش عارفه، بس يعني انتوا اكتبوا لي كومنتات عرفوني انتم انا لسه موجوده في حياتكم ولا نسيتوني. والله لو طلبتوا مني ان انا استمر، وعد مني ليكم ان انا هستمر. لو كده خلاص انا ممكن ما لقيتش تفاعل على الفيديو ده، انا هنسحب اصلا منكم. انا بحبكم جدا، وانا طلعت عشان انتوا وحشتوني جدا، وعشان الناس اللي طلبت مني على راسي والله، وانا طلعت عشانكم. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده، اقول لكم تصبحوا على خير. انا الساعه دلوقتي عندي 3 الصبح، فتصبحوا على خير واشوفكم دايما يا رب يا رب يا رب بخير. وهستنى تفاعلكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. انا عايزه اقول لكم نسيت اصلا. يلا باي باي.